السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي ومتابعي لايف يوتيوب في كل مكان. حسام عبد المجيد يطلب 150 مليون جنيه للتجديد في الزمالك ويوقع للأهلي. ماذا يحدث؟ حسام عبد المجيد يماطل في التجديد للزمالك ويرى في الانتقال للأهلي على طريقة أحمد سيد زيزو. هو ده حال لسان الجماهير الزملكاوية اللي بتتابع مفاوضات التجديد لحسام عبد المجيد. حسام لسه فاضل في عقده موسم كمان غير الموسم اللي احنا فيه، علشان كده إدارة الزمالك عايزة تجدد للاعب لمدة 4 مواسم قادمة بخلاف الموسم القادم لربط اللاعب لمدة 5 مواسم. الزمالك عرض على عبد المجيد 10 مليون جنيه في الموسم الواحد وبزيادة قدرها 2 مليون جنيه كل موسم. حسام عبد المجيد رفض عرض الزمالك وطلب الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه كل موسم. يعني بالبلدي كده أنا عايز 150 مليون جنيه في ال4 سنين، وكمان عايز يتحط شرط جزائي في عقدي بقيمة 3 مليون دولار للرحيل عن الزمالك لو جاله عرض أوروبي. حسام قال للإدارة إنه بيحصل على مليون جنيه في الموسم وكل شوية بياخد وعد بتعديل عقده ومحدش بينفذ حاجة. مقربين من اللاعب بيتكلموا إن الزمالك لو موافقش على طلبات عبد المجيد اللاعب كده هيوقع للأهلي. في تفكير تاني في الزمالك إن الإدارة مستنية تألق اللاعب في بطولة الأمم الإفريقية القادمة في المغرب، وبعدها يتم تسويقه في الدوريات الخليجية أو الأوروبية لبيعه بمقابل مادي كويس يقدر بيه الزمالك يحل جزء من أزماته المالية. فهل تفلح خطة الزمالك؟ دعونا نرى. لو كان المحتوى اللي بنقدمه يهمك ما تبخلش علينا بالمتابعة.